عفيفي جاي اهو انا جاي لوحدي. مين ده يا عفيفي؟ انا مدير عام اوتيل يا فندم. ايوه يعني اسمك ايه يعني؟ اسمك شعراوي يا فندم. شعراوي؟ ايوه. شعراوي ولا قلعاوي؟ الله ازاي سموك شعراوي وانت راسك ما فيهاش شعر؟ صح. دي ليها حدوته كبيره، قصه يعني، ومش عايز اشغل وقت حضرتك يوم فرحك. اهلا بيك يا فندم، وانا اسف جدا. لا 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 يا شعراوي، ده احنا كلنا عايزين نعرف قصه شعرك. سيادتك مصممه؟ طبعا مصممه حاضر. كلنا. لا انا يهمني انت حضرتك يعني. طبعا يا شعراوي. يعني ما فيش داعي تاذيهم. لا اتفضل حضرتك. اتفضل يا فندم. اتفضل حضرتك. اهلا وسهلا. مزيكا. الله. كان زمان شعري طول كده يا سيدي، وكنت بحب واحدة جميلة جمال ملوش مثال، اسمها قشرة. نعم. بس كان عيبها الوحيد ما كانتش بتسأل فيا، كل ما اديها ميعاد ما تجيش، مع ان كل اصحابي في الحتة بيدوها مواعيد وبتروح لهم، ما عدا انا. كل ما اديها ميعاد ما تجيش، لغاية اخر مرة قعدت استناها 3 4 ساعات انها تيجي ابدا. كان لازم انتقم لكرامتي، لازم اعرف اذا كانت بتحبني ولا لا. عملت ايه طيب؟ قعدت تحت شجرة الجميز وانا بقول بتحبني ما بتحبنيش، بتحبني ما بتحبنيش، بتحبني ما بتحبنيش، لحد لما طاروا دول كرهتها، سبتها حفاظا على الجنبين.